قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ انا عارف ان انت بتعمل كتاب جديد تقريبا. اه ايه بقى؟ بص يا صبحي، وانا بعمل حاجه يعني، عشان لو عايز الخص لك انا بعمل ايه في الحياه. ايوه. انا دلوقتي شغال عند نفسي، بسمع اي صوت جوايا بعمله. عايز اشتغل الشغلانه الفلانيه هروح اشتغل. يعني انا مش من الناس برضو اللي بتقبل الشغل اللي بيجي لها، لا. انا لو عجبالي شركه معينه وانا عايز اخش اقدم لها سولوشنز، انا بذاكرها واحضر السولوشن وكل حاجه واروح اخبط عليهم. يا جماعه انا عايز اشتغل معاكم وانا بعمل كذا 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 كذا، وعايز اكون صنت في حته الفلانيه كذا كذا كذا. نفس الحاجه بقى في اي اصوات داخليه خاصه بهوايات. فعملت باند مزيكا من سنه اسمه هايكل ميوزك ثيرابي، بنلعب موسيقى علاجيه وكده. هو ده اللي انت نزلت عملت حفله عملت قريب حفله، صاوي؟ جربناها في ساقية الصاوي، جربت مع طريق باند نفس الفكره دي. بتعمل ايه بقى؟ وفكرته ان احنا بنقدم كونتنت مزيكا واغاني، كلام مكتوب فاهم، وكلام واقعي جدا، وكلام بيحل مشاكل، مش بس اهات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لا. بس في النص بيبقى فيه سمول توك تشرح لك الكلام ده، وبتهيئك تسمع السولوهات اللي في المزيكا عشان تعرف تسمع مزيكا صح. اسمها ايه؟ ايه الباند اسمها الباند ايه؟ اسمها هايكل. انا هاي؟ اسمي هيكل. هيكل. هاي بالانجلش، هاي هاي؟ هاي يعني سلام، آه. وكل بالانجلش يعني عائله. اه. بس صدفه يعني عملت ان هايكل دي فاهم فيبقوا الاثنين دورك اسم ايه بقى؟ واحد. انت بتعمل انت التوب؟ انا بلعب جيتار، وانا اللي بقول التوكس. حلو بلعب ده. جيتار وبغني كمان، فرونت بجد؟ مان. طب عايزين نبقى لا ما نسمع. انت فاتك كتير يا صوفي. انا حاسس ان أنا فاتني كتير قوي. مثلا مزيكا، وعامل كتابين، بعمل الكتاب الثالث اهو ان شاء الله ينزل يناير، المعرض اللي جاي ان شاء الله، اسمه ناقصين ربايه. اسمه ايه؟ ناقصين ربايه. مين هم ناقصين الرفاق؟ صحابي. لا كتاب برضو بيتكلم عن نقص التربيه في الصغر، يرفلكت ايه على الكبر. فالمدير السادي ده نقص ايه في الصغر، فاهم؟ الشخص فرط الحركه والاي دي اتش دي مش عارف ايه ده نقص ايه في المتصل، العصفوره بتاع الشركه ده نقص ايه في فاهم الحاجات دي. بتكلم بقى تحليليه. انت عمال انت مخبط في الدنيا كلها. يعني وكل واحد هيعرف اسم نفسه يعني، فاهم؟ كاتب ميم عين صاد الف، عملت كل واحد كتابين قبل هيعرف كده نفسه. صح؟ ايه عملت كتابين قبل كده صح؟ المعنى في طريقي الاولاني، وده خد احسن كتاب ادب اعترافات في مهرجان الشرق، واتكرمت عليه من امير الشرق. والكتاب التاني من ملكه رانيا في الاردن اسمه الوصيه، وكان بيست سيلر ما شاء الله تبارك الله. برضو انا بكتب في حاجه اسمها ادب اعترافات، اللي هو انا مش بطلع انظر على حد، انا بطلع اقول لك مشكلتي وفاهم، والحاجات اللي انا لبست فيها وما تلبسهاش بقى بالشكل الفلاني، ودي ملامحها، عشان وانت داخل لو لقيت الملامح دي اخلع. اعرف ان ده انت كده انت داخل هتخيش. على على حادثه. فده اسمه ادب اعترافات وبس. فاي حاجه انا بحبها بعملها الفتره دي يعني. طب ما ده حلو، ده بيخليك تتخطى الفشل يعني. هي دي الفكره كلها، ده الهدف من اللي احنا بنعمله دلوقتي. انا كنت متغفل برضو فاهم في معنى النجاح يعني بصراحه. برضو فاكر النجاح تعمل فلوس، تركب احلى عربيه وبيت ومش عارف، بس انت من جوه فارغ برضو فاهم. وبعدين معنى النجاح واتس نيكست. بالنسبه لي دلوقتي لا، ادركت قيمه واهميه انك تعمل بيت بجد، وايا كان هو فين يعني شكله عامل ازاي، بس بيت اسره، وتحضر للجرادويشن بروجكت الخطير اللي اسمه عيال. بالنسبه لي ده اعظم مشروع في الحياه ممكن الواحد يقدمه بالنسبه لي انا. في ناس تانية ممكن تقيسه بشكل يعني ماشي بس فده لو ما هو ده برضو عشان يصنع له مقومات، فلازم طبعا. انت تبقى شخص ناجح عشان تبقى قدوه لعيالك فاهم. لازم تبقى بتأمن فلوس كويسه برضو عشان تعيشهم في الحاجات، او تعلمهم التعليم اللي انت عايز تعلمه لهم، فبرضو عايز فلوس. عايز برضو تبقى مستقر فاهم، بيتك وعربيتك وعربيه مراتك ومش عارف ده برضو عايز دخل فاهم. عايز علم، ثقف نفسك. عايز حاجات كتير برضو، بس هو ده كل ده عشان يسيرف على صناعه البيت ده والاطفال ومش عارف الحاجات الحلوه دي. اللي بعتب يعني على الناس اللي عندها من حوالينا يعني اصدقاء يعني، في ناس كتير وهاملين قوي الموضوع ده بشكل بجد يحزن يعني. طب وانت ليه مش فاهم ما اتجوزتش يعني؟ لم اوفق فقط يعني حاجه، بس لم اوفق في التجارب اللي دخلتها. ما هو الجواز مش بس انك تبقى مستعد فلوس فاهم، ومستعد من نصك فاهم نفسيا يعني. لا الجواز اهل تؤهل الشخص نفسه، التوافق فاهم. وفكره انك تتعامل مع الموضوع، التحضيرات كلها بتاعت الجواز تبقى حيطه وكنبه وفاهم ونيش وابويا وبتاع، وتنسى خالص ان في بني ادم فجاه تبقى تصحى كل يوم تشوفها في البيت دي فاهم. الايرور ده تتعامل معاه ازاي فاهم، اختلاف الثقافات تتعامل معاه ازاي،
لا في حاجات اتخضيت منها كتير قوي في اخر ما تجربه. تحسبش قوي كده. لا مش انت برضو كل ما بتكبر كل للاسف غصب عنك متطلباتك تبقى بتزيد، تبقى عارف انت عايز ايه مش اكتر. بتزيد متطلباتك، ويعني لا بالعكس تخوفاتك بتزيد اكتر. بس بتبقى عارف انت عايز ايه اكتر. بتبقى ما هو من كتر ما انت عارف، فانت برضو عارف ان اللي ده عشان يخوفك تاخد ده ما اه انت لازم يبقى عندك كده. اذا كنت يخوفك ان انت تكمل. اذا كنت تريدوها فاطمه فكلها علي. انت برضو مش عايز واحده فاهم بتطير وانت فاهم كهربائي سيليسيوم، ما ينفعش. لازم في الاخر تبقى برضو حاجه كويسه. ايوه بس يعني فهي ماشي، ليها بس تفاصيل يعني كده جميله يعني. هي ممكن تمشي يا حسام لو انت ما حسبتهاش، يعني انت بقالك كتير قوي بتحسبها يعني. لا والله لا خالص، بالعكس انا بجد؟ حاولت، بس هو عادي ربنا قدر لي نجاح في حاجات تانية غير الموضوع ده. هو برضه مش بقول لك الارزاق برضه طبعا. كومباينيشن، تاخد حته من هنا وحتتين من هنا، فالحتتين ثلاثه فاهم خدتهم فاهم في قبول وشهره وناس، وحته خدتها في فلوس، حته خدتها في ستر اهلي، وحته خدتها في علاج مرض صعب ويتعالج الحمد لله وعدي منه، حته خدتها فاهم في ستر مشكله كبيره قوي في شغل. فممكن لما اوفق بس في موضوع. طيب على سيرة الفلوس بقى، اه تقول ايه بقى؟ في شباب كتير قوي صغيرين، جين زي تحديدا، في ناس قاعدة معانا منهم اهو، ممكن يعمل براند، لوكال براند لبس، مش عارف ايه، ينجح بسرعة قوي قوي، يمسك فلوس كتيرة، وده مش وقته، مش في ميعاده يعني. او بتقول ايه اللي بيمسك فلوس مش في ميعاده؟ اه ده بيحصل، وبيحصل آه. دلوقتي، وبيحصل كتير. آه، لما بتبقى مش مستعد انك تمسك ارقام كبيره فجاه، بتبقى زبون حلو قوي بالغلط، خصوصا لو انت الثوابت بتاعتك مش واضحه. ثوابتك دي اللي هي معتقداتك فاهم مهزوزة. ودينك وتربيتك لو مهزوزه وانت واحد فاهم اللي هو صوته من دماغه ومطلوق في الشارع واصحابه هم اللي بيحددوا كل حاجه في حياته وكده فاهم، وفضفضه العشوائيه يعني فاهم اللي هو ايه لم المتعوس على خيب الرجا يعني. اتنين ضايعين بيستشيروا بعض، انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ فلما بتمسك فلوس فجاه وانت مش مستعد بتبقى عشوائي جدا، تبقى طموحاتك كلها فيها قصيره المدى العربيه، عايز مش عارف تغير لبس، عايز مش عارف تجيب موبايل جديد، عايز مش عارف تبقى ايه، ما بتبصش وهوب على طار. حاجة لقدام. ما غير اللي بيجيب الفلوس واحده واحده او اللي بيبقى تعب عليها قوي، او ممكن واحد يتعب 3 4 سنين مره واحده ياخد فلوس، ده ما اسموش مره واحده، ده هو بس العوض بتاعه تاجل شويه رزق حلوين. تأجل شوية. لكن فكره ان انا فاهم اعمل لي فيديو يطرع على التيك توك فهوب براندز تيجي لي بقى تيجي تعلن عندي ومش عارف ايه وكده، وانا افضل في نفس الاريا بتاعت فاهم الكونتنت بتاعي ما بطوروش ما بغيروش ما بشوفش انا شخصيتي، هتتاثر ازاي فاهم بالشهره فاهم والكومنتس واراء الناس اللي فجاه بتتدخل. الناس بقت تتدخل في الكومنتس في علاقتك بابوك وامك. انا مش فاكش بتنزل صوره على ابوك وامك، انت مالك؟ مش فاكش بتنزل صوره مش عارف لاختك ما بتتكلمش على ايوه انت مالك برضه فاهم؟ يعني الناس بقت تتدخل في ادق حاجات انت ما تتطرقتش ليها اصلا، فده بيخوت. فما بتخش البابل بتاعت الشهره دي فجاه والناس كلها بتقعد تدي رايها فيك، غصب عنك مهما كنت متزن بتتاثر. يعني الكومنتس ممكن تهزك. اوف كتير. الزن يا باشا. في بيت شعر جميل قوي بحبه، بينفع في لما بتيجي تصطاد حاجه جديده حلوه، لك طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني فاهم يعني ايه؟ طرقت الباب تاني. حتى أيوة. كلا يعني تعب. متني اللي هي ماشي. الحته دي. أيوة. كتر ما طرقت الباب فاهم ده كلمتني. وجعتني. فلما كلمتني لما تعب لما قوي ده دراعي وجعتني. هي كلمتني. الزن مين اللي كاتبه ده؟ الزن ده والله مش فاكر متنبي ولا حلو، مين. حلو، لا. جميل قوي يعني. في تريكات وستايل حلوه كده. الزن. انا لو كل يوم اما بتشوف لي اقول لك على فكره محتاج تخس، على فكره انت جسمك حلو مناسب لشكلك ومناسب لكل حاجه وتقطيعك كل اللي محتاجه بس هي رسم فورم، ودي مش ضروري، مش لازم كلنا نبقى ابطال كمال اجسام في الشارع يعني وكلنا عاملين كده، لا. بس كل يوم اما اقول لك كده غصب عنك مهما كنت محاط بناس تانية حلوين بس بتشوفني انا كل يوم بقول لك نفس الكومنت، انت هتيجي تقف قدام مرايه ايوه هتشك، هتأثر فيك هتشك وهتأثر. فما بالك بقى مئات الكومنتس اللي بتعلق لك على حاجه فاهم انت ازاي فاهم نشوفك بتحضر دروس دين وبتلعب مزيكا، انت ازاي مش عارف بتعمل ايه وبتعمل ايه، اكيد الكلام ده بيأثر فيك. لو أثرت فيك غيرت حاجة بسبب حاجة من الحاجات دي قبل كده؟ بجد؟